تاني استانلي وريكو ومصطفى فتحي، يمكن برضو استانلي ومصطفى فتحي لعبوا قبل كده، وباسم مرسي راس حربة وحيد لنادي الزمالك. رجع يمكن كابتن 2 محاور ارتكاز بيلعب بيهم النهارده مستر جوفان فييرا. بانوا دياروة واسلام محارب 2 امام حمص ومانجا. حسام باولو واحمد رؤوف 2 رؤوس حربة. حياها من جديد، ما كانتش كورته وقدر يعملها لنفسه كويس قوي. ادي مصطفى، شوفوا بقى ريكو مكمل فين. الراجل هنا اتعدلت على رجله اليمين وتسديده بتمر بجوه. مره ثانيه استلم باسم، خدها لنفسه، طولت هنا لكن لسه جوه ال 18، استخلصها لنفسه. باسم طلع بره ال 18، ضغط عليه من 3 لعيبه، هيعمل ايه؟ حطها مره ثانيه اسامه ابراهيم لكن يطلعها خط الظهر، يترد في وسط الملعب. ادي اللي بيلعب عليه سموحه دلوقتي، هو عايز يلعب على الهجمات المرتده. احمد رؤوف مأخر نفسه في نص الملعب، اتلعبت ناحيه الشمال. مصطفى فتحي، ريكو يلعب بينيه في العمق كده جوه ال 18، لكن اقرب لمحمد ابو جبل من باسم مرسي. الحكام مانجا حطها هوبا، لكن يطلع مره ثانيه خط الظهر ويطلعها رمي التماس. هنا عمر سعد هو اللي عامل الفاول مع ستانلي، راح يعترض بقى مالو باتريك. فاول في مكان مميز جدا جدا. شوف مين اللي هيلعبها، الحاجات دي بيلعبها كويس قوي طبعا محمد ناصف لما كان موجود في انبي. راح يتكلم احمد رؤوف، رجع ل10 ياردات. فاول في مكان مميز. هنشوف بقى مين اللي هيلعبها، هل محمد ناصف ولا هيلعبها مين؟ مصطفى فتحي عنده برضو القدم اليسرى يقدر يعمل الكلام ده. احمد توفيق كابتن نادي الزمالك كان قدم مباراه صن داونز، عمل مباراه كويسه جدا احمد توفيق. شفنا مباراه المقاصه والاسماعيلي وهدف في الدقائق الاخيره. هنشوف هيعمل ايه مصطفى فتحي في الدقيقه 26. سامعين صوت فييرا بيتكلم مع رجب بكار، بيقول له يعني ان لازم يضم جنب الحيطه شويه لجوه. صوته سامعينه هنا هو بيتكلم في الملعب في المنطقه الفنيه. مصطفى فتحي حطها هوبا، لكن يطلع مره ثانيه ابو جبل، حطها في زاويه الحارس. محمد ناصف وريكو عايز يموه، تولد تطلع رمي التماس لمصلحه نادي الزمالك. موجود هنا باسم مرسي وموجود هنا حسام باولو، 2 هدافين مميزين. مره ثانيه على القائم الاول يطلع باتريك مالو، تترد في وسط الملعب. دونجا بيفتح الملعب ناحيه اليمين لاسامه ابراهيم اللي بيروحوا يضغطوا عليه من بدري دلوقتي عشان ما يوصلش يقدر يعمل الهجمات المرتده او يعمل العرضيات الخطيره اللي بيعملها اسامه ابراهيم ناحيه اليمين. في نص الملعب السيد فريد، مانجا هيطلع الكره لان خد خبطه كده السيد فريد. ده ايه ده، عايز اخف من كده. شوفوا بقى مين اللي انطلق هنا في غفله من لعيبه وسط ملعب. الراجل طلع والمدافعين لسه رايحين معاه، لو اخف من كده كان هيبقى اول هدف في اللقاء في الدقيقه 34. فرصه خطيره جدا جدا سهلها ابو جبل، لكن هو حطها جامده. القدم اليسرى بتلف كده في المرمى، هنشوف هيعملها ازاي. عمر سعد حطها حلوه لكن تعدي واول مره كده تعدي من جنش. كل العرضيات كان بيطلع يلعبها بقبضه ايده، اتحرك كده كويس جدا. كانت رايحه ناحيه باسم مرسي. مره ثانيه بانوا دياورا يضغط ريكو، اتحطت ناحيه الشمال. مصطفى فتحي عنده مساحه خارج حدود 18، العرضيه من الناحيه الثانيه مين مكمل لكن تعدي بره ال 18. احمد توفيق حدف نفسه بعيد جدا خارج حدود 18. احمد توفيق حلوه العرضيه مش وحشه اتعملت، لكن كان لوحده باسم مرسي جوه الاسماعيلي. عمر سعد على القائم البعيد، حسام باولو حطها جوه ال 18 لكن تترد وكان واقف في موقف تسلل. رافع رايته اكيد تحسين ابو السادات. ستانلي وباسم مرسي. سموحه محمد ابو جبل لحراسه المرمى، باتريك مالو السيد فريد، رجب بكار ناحيه اليمين، عمر سعد ناحيه الشمال. في وسط الملعب اسلام محارب، احمد نبيل مانجا، احمد حمص، بانو دياورا، حسام باولو، احمد رؤوف. شوط اول وباسم 50 هدف. مره ثانيه اماميه اتحرك كويس اسامه، خدها يا ولد على الاستلام. حلوه العرضيه. توفيق مكمل معاه حسني فتحي، عنده سرعات كويسه جدا برضه حسني فتحي. باسم عدى كمل، باسم ممكن يلعب العرضيه لكن هيدي انذار. ابراهيم نور الدين هو خلاص ركز ان عايز يقع باسم مرسي. شوف هيدي انذار ولا ايه. واخد خبطه جامده جدا في وشه باسم مرسي.
لاعب منتخبنا المصري بياخد انذار في الدقيقه 62. اسامه ابراهيم الراجل كان خد انذار في الدقيقه 51. ممكن بقى مؤمن سليمان يقول لك الراجل كان عنده انذار فممكن اخرجه ولاعب حسني فتحي عشان ممكن في اي لحظه اسامه ابراهيم ياخد انذار تاني ولا حاجه. ادي بتعاد مره تانيه الكوره. انذارين لنادي الزمالك. هيخرج باسم مرسي. احمد جعفر وهيخرج باسم مرسي مهاجم بمهاجم. يعني اعتقدنا كده انه ممكن يفكر في الثلاث نقاط فيقول لك العب بقى بفرودين ولا حاجه. وادي هاني العجيزي يعني لا حسام باولو الراجل عامل جهد كبير جدا يعني تغيير غريب شويه من فييرا. ممكن يكون هو ليه وجهه نظر ثانيه لكن الراجل عامل واجب دفاعي كويس جدا ودايما في كل الكرات اللي بتبقى ركنيه على سموحه بيرجع. ادي هاني العجيزي هل بيفكر يعني الراجل في الثلاث نقاط؟ عامل جهد كبير في النواحي الدفاعيه والالتزام التكتيكي حسام باولو. النهارده في النواحي الهجوميه مش موجود لان بيأدي طريقه دفاعيه فريق سموحه. ادي فاول على هاني العجيزي. الراجل هنا بدأوا يشتغلوا كده نادي الزمالك ورا عمر سعد. عرضيه اتعملت حلوه والراجل كان لوحده في غفله من خط الظهر. يا سلام لو واطيه شويه كانت راحت في الجول لكن ستانلي استعجل في الدقيقه 75. ادي الجهاز الفني مصطفى فتحي في مساحه عايز ياخد ركنيه. بالفعل ركنيه لنادي الزمالك. هيلعبها مصطفى 78 دقيقه 12 دقيقه على نهايه اللقاء. اتعملت حلوه لكن يطلع المره دي يمسكها ابو جبل. خبره كده الراجل حط نفسه بقى مع اللعيبه عشان ياخد فاول. تروح مره ثانيه في وسط الملعب. استانلي في مساحه. استانلي عدى ممكن يلعب ناحيه شمال. استانلي يقف احمد رفعت. استانلي حطها له حلوه قوي اتحرك بعد الكره كويس قوي. استانلي عدى بسرعاته ممكن يلعب العرضيه. استانلي يقف على الكره. يا سلام يا ولد لعيب عملها على القائم البعيد مصطفى فتحي لكن يسيبها تعدي. هيضغط عليه لكن يضغط اسلام محارب وتطلع رمي التماس. رمي التماس ولا ركنيه؟ طلعت ركنيه. مصطفى فتحي يلعبها بره ال 18 على الارض. دونجا حطها سهله جدا للحارس محمد ابو جبل. 4-5 لعيبه من نادي الزمالك. احمد رفعت عملها على القائم الاول قصيره قوي يطلعها خط الظهر. تروح مره ثانيه لمصطفى فتحي. مصطفى هيعمل ايه؟ اتمسك الراجل عدى ممكن يسدد. هيعملها بينيه حلوه فيها خطوره لسه. يا سلام يا سلام يا ولد يا ابو جبل يا سلام. واحلى جمله اتعملت في المباراه من لغايه الدقيقه 88. مش عايز يوصل كده انه ينافس على بطوله الدوري. هيشارك طبعا في الكونفدراليه هو مع النادي. محمود سيد فتره كده كان مع الجونه في وسط الملعب. مانجا قرب. احمد نبيل مانجا يلعبها ناحيه شمال. محمود سيد ممكن يبقى فيها خطوره خرجت بره ال 18. محمود سيد 1 ضد 1 عدى. محمود سيد ممكن يسدد تترد بره ال 18. محدش موجود في نص ملعب نادي الزمالك. حسام حسن يفتح الملعب ناحيه اليمين. رجب بكار اتقطعت هتبقى هجمه مرتده. احمد توفيق واستانلي حطها ناحيه شمال. استانلي بسرعته ممكن يعدي رايح للسيد فريد. استانلي والسيد فريد يدخل في قلب الملعب. استانلي مره ال 18. مصطفى فتحي مش ممكن يا راجل. الراجل اتحرك لك كويس قوي ناحيه اليمين وبيقول له ان انا ما كنتش لكن اتعملت. بصوا هنا الاثنين المساكين الراجل مكمل وسابوها على اساس ان الراجل حارس المرمى ابو جبل كان ممكن يطلع ياخدها. ضربه مرمى باين طبعا نتيجه اللقاء على مؤمن سليمان. يلعب في الدقيقه 5 الدقيقه الخامسه من الوقت المحتسب بدل الضائع. محمود حمدي الارتقاء يلمسها بدماغه. باتريك مالو لمحمود حمدي. الاثنين عاملين مباراه كبيره جدا الاثنين المساكين سواء محمود حمدي وباتريك مالو لكن سموحه مقفل كويس. فاول لمصلحه سموحه. ادي حسام حسن لاعب الداخليه السابق كان هو وحسام باولو اثنين موجودين مع سموحه دلوقتي كانوا موجودين فتره من الفترات مع نادي الداخليه. فاول في مكان كويس جدا بعد خلاص ما دخلنا بقى في الدقيقه السادسه 6 دقائق. ممكن بعد الكره دي ابراهيم نور الدين يطلق صافره نهايه اللقاء لكن هنشوف ايه اللي هيحصل. عمر سعد
وقفه الراجل كده وهو واقف بيفكر هل هيلعبها في الجول ولا هيلعبها جوه ال6 يارد. هنشوف هيعمل ايه. عمر سعد حطها في القائم الاول لكن سهله جدا لمحمود جنش. لكن بالفعل ابراهيم نور الدين بيطلق صافره نهايه المباراه. الزمالك وسموحه في ختام الاسبوع السادس تعادل سلبي.